السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك عليكم علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جميعا يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض طبق الفتة. وطبق الفتة من الأكلات المصرية المعروفة في كل بيت مصري بيعملها في العقيقة أو في العيد الأضحى. إن شاء الله هنعرف بنعمله إزاي. هو تقريبا خطواته ثابتة عند الجميع، لكن تكاته هي اللي بتختلف. هنعرف تكاته إيه النهاردة معانا، وإن شاء الله يعجبكم. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية لازم قطعة اللحمة تبقى زي ما انتم شايفين كده، تبقى من الموزة أو تبقى المهم تبقى فيها ملبسة وفيها نسبة دسم أو نسبة سمين، علشان تدينا طبق فتة حلو وشوربة حلوة نعمل بيها الفتة هتعجبنا إن شاء الله. نسلق الفتة بشكل عادي خالص. أنا سلقت اللحمة بنسلق اللحمة بشكل عادي خالص، سلقتها قبل كده معاكم في فيديو من قبل كده. حطيتها عادي، سلقتها في مية مغلية، وحطيت فلفل وحبهان وورق لورا وملح، وحطيت شوية عصير طماطم وشوية كزبرة ناشفة، وغطيتها وسبتها تستوي. هنا بقى جيت على البصل. الصلصة عملتها عادي خالص ببصل، على فكرة حطيت سمن وزيت وعملتها ببصل وتوم. بعد ما البصلة خدت اللون الذهبي الفاتح، نزلت معلقتين كبار حلوين توم مفرومين كده وقلبتهم. وبعد ما اخدوا اللون بتاعهم اللي انا عايزاه، اللون الجميل ده الذهبي الفاتح برضو، نزلت عليهم بطماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية، وما حطيتش عليهم صلصة، ما حطيتش صلصة معلبة. وحطيت على البهارات فلفل وملح وكمون وكزبرة ناشفة ناعمة، بس كده، وغطيتها وسبتها تكمل تسوية. نيجي هنا للرز بتاعنا، رز مصري مغسول. حطيت معلقتين حلوين كده سمنة بلدي وقلبت فيه لما سخن قوي او اتشمع، ونزلت عليه بمية مغلية 7 كوبايات تقريبا. وممكن نحط شوربة او شوربة على مية. وظبطت الملح بتاعي، بس يا ريت يفضل نخلي شوية من المية كده، ما نحطش كل ميته مرة واحدة. الشوربة طبعا بيبقى تحفة. ظبطته وسبته وغطيته وسبته يستوي. طبعا ليه بقول مش كل مرة واحدة؟ لما يتشرب ميته كده هشوفه، لو حسيت ان هو محتاج شوية مية كمان ازوده افضل ما يطلع معجن معايا. الخطوة اللي بعد كده العيش. جبت عيش عادي، ممكن يبقى عيش بلدي المصري، وممكن يبقى عيش السوري. الحقيقة في تكة هنا مهمة جدا. الناس احيانا بتعمل العيش عادي كده تحمصه وتحط عليه الشوربة، انا لا، بحط عليه سمنة الاول وقلبته كويس قوي في السمن قبل ما ادخله في الفرن، او تحمصوه على النار زي ما تحبوا، بس هو في الفرن اسهل. بعد ما خدت قلبتين كده حلوين، طلعت الصينية وضفت عليها معلقة مفرومة توم، ودخلت وقلبتهم كويس ودخلتهم تاني تحت الشواية وطلعتهم، واخد اللون الجميل بتاعه الذهبي ده. حطيته في الطاجن بتاعي وحطيت عليه الشوربة. اللحمة كانت استوت، نزلت عليه بالشوربة. والحقيقة أنا بحط الشوربة يعني العيش كله يطرى، يعني أنا بفضل العيش كله يبقى طري، ما يبقاش فيه لقمة ناشفة ولقمة طرية، وده بيكون أفضل، خاصة لو في حد من الأطفال أو كده يعني مستحب إن هو ما يبقاش فيه لقمة ناشفة تحت بقه، خاصة العيش البلدي بيبقى ناشف. يعني يمكن العيش السوري شوية مقبول إن هو يبقى فيه حتة ما مش شاربة شوربة. دي الصلصة بتاعتنا خلصت، خلصناها، والرز بتاعنا كمان خلص. حطيت الصلصة تبقى القوام اللي انتوا شفتوه ده، يعني مش متماسكة قوي ولا سايبة قوي. حطيت شوية من الشرب من الصلصة على العيش، وحطيت طبقة الرز زي ما انتوا شايفين كده، رز مفلفل ما شاء الله. حطيت طبقة الرز. انا حبيت اوريكم الجزء الاخير ده، عايزه اقول لكم ان انا ما بحطش رز كتير، يعني العيش بيبقى اكتر من الرز. حطيت طبقه يعني رقيقه من الرز، مش سميكه، مش كتير يعني، بقدر الامكان. بس غطيت العيش وزودت حبه بصاد كده تاني فوق كده. انا حطيت الرز. طبعا انا برضو ممكن احط شويه من تقلية الثوم بالخل
على العيش من تحت. ممكن احط نص كبشة كده ولا حاجة اطعمه برضو بيها. انا ما بحطش على الصلصة خل خالص، الصلصة بعملها صلصة عادية جدا جدا. اللي مش عايز يحط بصل براحته، بس انا بقول على تجربتي، وان هي بتبقى الفتة طالعة جميلة ولذيذة، واي حد بفضل الله بياكلها تعجبه جدا. بعد ما حطيت الرز نزلت عليه بصلصة، بشوية من الصلصة برضو، ونزلت عليه بكبشة من برضو الخل والثوم. هنا حمرت الثوم في سمن بلدي. معظم الأكلة هنا هتبقى فيها سمن بلدي يا جماعة الحقيقة، لأن بيبقى طعمها مختلف تماما. هنا أنا حطيت حوالي كوباية إلا ربع ومج إلا ربع خل. هو الثوم يفضل يبقى أفتح من كده سنة، لكن هو ما كانش اتحرق، يعني هو اللون ما كانش غامق، لكن يعني لو اتحط قبل كده بسنة بسيطة يبقى كويس. بسيبها تغلي طبعا، يعني يبقى كده طفيت الثوم بالخل، بسيبه يغلي شوية حلوين كده على النار، وبعد كده بطفي عليه النار. طبعا انا كده ركبت خلاص الطاجن بتاعي، حطيت عليه اللحمة كمان، وهبتدي احط لا، بعد ما حطيت الرز برضو حطيت ممكن تحط يعني كبشة او 2 شوربة، مفيش مشكلة يعني. وحطيت اللحمة، وهحط عليها برضو شوية من الصلصة على الوش كده، وبعدين هحط عليها برضو كبشة شوربة، او حطيت عليها انا شوية شوربة، وبعدين هحط عليها طشها بقى بالخل والثوم. ده اللي انا بعمله، دي الخطوات اللي انا بعملها. يعني هنقولها تاني في الملاحظات في الاخر، كل الخطوات بالترتيب. كده انا حطيت طشة الثوم بالخل على اللحمة وعلى الفتة. دي تكة من التكات اللي انا بعملها، ما بحطش الثوم والخل مع الصلصة الحقيقة. الرز طبعا ممكن نسويه بمية وممكن نسويه بشوربة، بيبقى طعمه جميل جدا بالشوربة. غطيتها بقى بالفويل ودخلتها الفرن. دي خطوة او تكة جميلة جدا يا جماعة، بتخلي يعني طعم الفتة حاجة تانية خالص. انا هنا حطيت شوية من الطشة في طبق، وحطيت شوية من الصلصة في اطباق برضو. دي هتبقى على الاكل، جنب الاكل على السفرة او على الطبلية جنب الاكل، للي عايز يزود يعني يزود براحته. شايفين الفتة لما طلعت من الفرن حاجة يعني تحفة. انا بحطها في الفرن وبخليها تاخد وقتها كده على الشواية، على الشبكة في النص، وهدي عليها النار واسيبها بقى وانا مغطياها بالفويل، واسيبها على نار هادية كده، تاخد لها بقى 10 دقايق ربع ساعة ايا كان، بس المهم نار هادية. يعني ما تتصوروش كله بياخد من بعض، واللحمة بتنزل بقى دسمتها وبتنزل طعمتها على الفتة، والموضوع بيبقى خطير جدا جدا. قبل ما اخرجها بقى ب3 4 دقايق او 5 دقايق، بكشف الفويل واسيبها تاخد وش. طبعا لو لحمة حمرا جدا ممكن تنشف، بس ابقى حريصة ان هي ممكن ادهن وشها بسمن وادخلها برضو تاخد لون. ما بحمرش اللحمة، هي بتاخد لون تحت الشواية، ما بحمرهاش وانا بحطها على الفتة. كده احنا غرفنا الفتة بتاعتنا، بصراحة طعمها جميل، والرز شارب يعني. ان انا احط كبشة يعني صلصة كده فوق الرز، احط عليها كبشة شوربة، ده بيخلي الصلصة للي حابب الرز يبقى واخد من اللون كده من تحت صلصة، يحط كبشة الشوربة دي كده. ده كان يوم العيد، وكانت مائدة يوم العيد يعني. انا عملت جنبها اصناف تانية لان كان عندنا ضيوف، فانا قلقت طبعا هم ما يكونش ليهم في الفتة، لان هم كانوا اصدقائنا اتراك يعني. هما طبعا ما يعرفوش الفتة، وكانوا جايين ومتخيلين الاكل المصري مش هيعجبهم غالبا يعني، لكن بفضل الله الحمد لله الاكل عجبهم جدا. الملاحظات بقى اللي انا عايزة اقولها ان اولا اللحمة تكون دسمة، ثانيا ما بحطش طشة الثوم والخل مع الصلصة، بحطها منفصلة زي ما شفتوها. التكة المهم برضو ان انا بدخل الصينية الفرن بعد ما اركبها واخليها تاخد شوية مع بعضها في الفرن.
ان انا بحمر العيش مع فص ثوم وسمنة بلدي، بحمصه مع بعضه. بحط الشوربة المعقولة للعيش، يعني لا هو اللي يبقى معجن ولا هو اللي يبقى فيه قطع ناشفة. طبعا دي حسب الرغبة متعودة عليها، بس أنا بقول على تجربتي في طبق الفتة، وإن هو بيبقى بفضل الله جميل جدا. كمان الرز بقلبه شوية، رز مصري عادي من غير شعرية، وبقلبه شوية في سمنة بلدي، وبعد كده أنزل عليه بالمية أو بالشوربة بتاعتي. احاول مزودش قوي طشة الخل والثوم، لانه ممكن تبقى بزيادة قوي، ففي ناس ما يقدروش ياكلوها. بحط المعقول، وبحط جنبها بقى اللي حابب يزود على الاكل يزود. بعد كده احط كبشة شوربة على الصلصة بعد ما احطها على الرز. بتخلي الصلصة تنزل تحت في الرز، تتعمق يعني تحت، فبتديله لون وطعم جميل جدا، جربوها. بحط الطشة بالثوم والخل بعد ما بحط الصلصة على وش اللحمة، وبحط برش عليها الخل والثوم. بتبقى تحفة تحفة جدا. وممكن احط كمان على العيش شوية قبل ما احط، وعلى الرز كمان شوية قبل ما احط اللحمة. دي كانت وصفتنا النهاردة، ان شاء الله تعجبكم. انا متأكدة ان شاء الله انكم لو جربتوها هتعتمدوها. اللي ما جربهاش بالطريقة دي فاتوا كتير، جربوها ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في امان الله.